بما انك عايز تعمل قناة على اليوتيوب، فضروري انك تعمل استوديو. واكيد بحثت في كل الفيديوهات لقيت الاستوديوهات غالية، فانا في الفيديو ده جايب لك ارخص استوديو مش هيكلفك ولا جنيه. انت وحظك، ممكن الحاجة اللي انا عندي ما هيش عندك، وممكن يبقى عندك القدرات انك تعمل استوديو احسن مني. فانا مش هعمل استوديو ولا حاجة، هو مكان مخصص للتصوير فهو متسمى استوديو. فانت عايز تعمل لك اي مكان تصور فيه الفيديوهات بتاعتك، تصور يوتيوب، تيك توك، فيس، كوي، اي حاجه من دي. فانت عايز تعمل لك مكان مخصص للتصوير، انا جايب لك فكره ببلاش. بس قبل ما نبدا في الموضوع بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت وتفعل زر الجرس، وضروري نحط اللوجو. يلا بينا. اعرض عليك الاستوديو بتاعي عباره عن الموبايل بتاعي اللي بنصور منه، وبصور كمان بالكاميرا الخلفيه مش بالاماميه، وترابيزه بتاعت اضاءه واحده، ونور ربنا، نور ربنا. هي الترابيزه والكراسه والقلم بتوعي عشان اكتب السيناريوهات اللي انا بقى اعرضها عليكم، وكل حاجه في وشي. هعرض لكم فيديو. هو ده يا جدعان بقى الاستوديو بتاعي. الاستوديو هو انا عباره عن، حتى ما عنديش ستاند، الستاند بتاعي مكسور، فرحت اسند على الصب وساند برضه على الكاميرا. تمام. كاميرا بايظه. فهي دي كل حكايه الاستوديو. يعني مش ضروري انك تكلف نفسك. يعني عامل الخلفيه ورا مني كده بس، حتى دي مش اوضه. الانتريه بتاعك هو عباره عن ترابيزه حاطط حاجتك عليها، وتبدا يا معلمي تعيش حياتك. وان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرمك وتبقى تعمل لنفسك احسن استوديو واحسن سيت اب، تظبط الدنيا. بس لما تاخد فلوس بكلف محتواك. تمام. خد ودي او ادي وخد زي ما انت عايز براحتك. لو انت واثق من نفسك في بدايتك انك هتكمل لحد ما تنجح، وانت ضامن انك مش هتيأس. أهم شي يا جدعان العزيمة والإرادة والمهارة والشغل الكتير، وتسيب الباقي على ربنا. وانت ضامن انك مش هتيأس. كلف محتواك. كلف. اشتري مايك، اشتري ستاند، اشتري رينج لايت، اعمل لنفسك افخم استوديو. بس لو انت ضامن وواثق مليون في المية انك هتكمل. يعني انا بادئ في اليوتيوب ده من زمان، وعملت قناة قبل كده وخدت حظر عشان كنت بنزل عليها ارقام مشاهير وكده. فالقناة خدت حظر. كان عندي حوالي 800 وشوية مشتركين، 800 تقريبا، 800. كان فيها 800 مشترك، فكنت بنزل عليها ارقام مشاهير. كنت بنزل قيصر، خالد كوميدي، سامر المدني، حمو بيكا، حمو الطيخة، كل المشاهير دول. تمام. المغنيين يعني. فنزلت الرقم. في واحد اسمه الخليل هو اللي راح عامل لي حظر على القناة. افضل خليل. استغفر الله العظيم. هو الراجل ده مشهور، فرحت نزلت رقمه، فهو دخل عندي ويعمل لي حظ يقفل لي القناه. فانا بقى قفلت اليوتيوب بشويه وبعدين رجعت تاني. وزي ما انتم شايفين، اول ما بدات فوق السطح، دلوقتي بصور هنا، وان شاء الله باذن الله هرجع تاني اصور على السطح. وعايز دعمكم بقى، اللايك والاشتراك والكومنت وتفعيل زر الجرس. عاوزة خش على القناه عندي وتشوف كل الفيديوهات جامده جدا، وان شاء الله باذن الله تستفاد. بنزل لكم فيديوهات كلها عن تجربه. وعايز دعم منكم يا جدعان، ونشوفكم فيديو جديد. سلام. روح بيتكم بدري الدفا.